بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في كل مكان وكل زمان وكل حين. محبي ومتابعي وأصدقائي والكباتن في كل مكان، تحية من القلب وحفظكم الله جميعا أينما كنتم ورزقكم الله الأمن والأمان. يا سلام يا سلام، الفرحة حلوة يا جماعة، الفرحة حلوة يا جماعة، وخصوصا لما بتيجي من صاحب السعادة. الأهلي هو صاحب السعادة وصاحب الفرحة، وما بنلحقش نزعل منه على فكرة، والله ما بنلحق نزعل منه، لأن الناس ديت ناس طيبة، الأتقياء الأنقياء أحباب رب الأرض والسماء. ربنا سبحانه وتعالى بيلحقهم كده، بيقول لهم لا انتم ما تستاهلوش ان حد يزعل منكم، لا ان شاء الله هيكبر بخاطركم قريب، وان شاء الله وحصل يا جماعه. هنقول في البدايه وكالعاده يا ساده، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس، وعلى الفيس اللايك والشير والمتابعه، وجزاكم الله كل خير. انا مبسوط وفرحان جدا 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 بالعوده، ده عودة قوية والحمد لله، ونمسك الخشب. عودة قوية، ومباراة النهاردة كانت على برج العرب، في استاد برج العرب، وعزف الأهلي الكبير سيمفونية مزيكا يا جماعة، رباعية يا جماعة، رباعيات الخيام عادت يا جماعة من جديد، رباعيات الخيام تعود من جديد على أنغام لاعبي النادي الأهلي، رضا سليم وإمام وتاو والكل كليلة ومعلول والشناوي وهاني، كل الفرقة الموسيقية بقيادة الشناوي وربيعة ومين واقول لك ايه، وكوكا وديانج اللي كان متألق النهارده، ومروان اللي نزل، وقفشة واللي كان موجود واللي نزل مع تاو ومودست وعاشور ورضا سليم. عاشور ورضا سليم يا جماعة دول حكاية تانية خالص، حدوتة أهلوية جديدة هتستمر إن شاء الله معانا 5 سنين، وزي ما أنت عايز تقول قول. رضا سليم حتة، أنا كنت بقول على مروان عطية ياقوت أفندي. رضا سليم بقى النهارده نقول عليه إيه؟ نقول عليه اللهو الخفي، ولا نقول عليه الساحر، ولا نقول ان احنا لقينا حته من حته ابو تريكه وريحه ابو تريكه كانت النهارده في الملعب، ولا نقول عليه ايه؟ يعني نقول عليه ايه؟ دهب افندي، يبقى ياقوت افندي ودهب افندي. وعاشور كريزه الاهلي الجديده، الحته الالماظه، ده لسه انتوا لسه شفتوا حاجه يا جماعه؟ النهارده المباراه خطفت ابصارنا وخطفت قلوبنا وخطفت كل حاجه، النهارده عملوا كل حاجه، الاهلي عمل كل حاجه، وخصوصا في الشوط الثاني. الشوط الاولاني قعدت معقربه شويه واستحواذ للمصري، وانا عرفت طالما فيها استحواذ ان شاء الله جايه باذن الله، كالعاده بنسيب لهم الكره ويستحوذوا ويجروا ويروحوا ونتنططهم، واحنا على الهادي يا زبادي بنستلم بقى، وقلت يا رب في الشوط الاول نطلع حتى 1-0، على اساس الشوط الثاني هيبقى فيه متغيرات وتغييرات، وقد حدث والحمد لله. معلش انا بغلط كتير، بس معلش استحملوني بقى. الفرحه بعوده الاهلي بتبقى فرحه كبيره قوي 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 قوي، لان الشماتين كتير، واللي عينيهم بصاصه كتير، واللي متربصين كتير، واللي متحفزين كتير، سواء في الاعلام او بره الاعلام او في انديه او في غيره. وزي ما بقول دايما وعلى طول، اتغلب من اي حد في الدنيا، من اي حد، الا المصري البورسعيدي، اسماعيلي الاسماعيلاوي المنجاوي اللي اتهرس النهارده واتفعص النهارده، بيراميدز الزمالك، دول 4 فرق يا جماعه. ده وجهه نظر خاصه بي انا حر، دي وجهه نظر خاصه بي انا، اتغلب الا من ال4 دول. وهنتكلم عن المباراة النهارده بقى ايه، قبل ما نتكلم عن مباراة الاهلي نتكلم عن مباراة
الاسماعيلي، وانا قلت لكم امبارح هتبقى مباراه صعبه جدا جدا، لان فريق زد عامل تطعيم، يعني جايب سكواد وعامل تدعيم لفرقه لسه جايه، الوافد الجديد اللي ما نسمعش عنه واللي ما نعرفش، الاول مره في تاريخه يوصل للدوري المصري، والاول مره في تاريخه يسجل فوز اول في الدوري المصري على حساب الاسماعيلي. فريق المنجويه اولاد طلحه الاسماعيلويه، النهارده زد الوافد الجديد بيفوز اول فوز ب 2-0. 2-0 النهارده، الولا ميسي و ولا 1-0 ولا مش عارف والله ما انا فاكر، المهم الفوز النهارده مصطفى سعد ميسي، والنهارده تألق علي لطفي تألق شديد بالضربة الجزاء اللي أهداها للإسماعيلوية لاحتواء من إبراهيم نور الدين. ما فيش فايدة، ما فيش فايدة أبدا، حتة احتواء كده النهارده للإسماعيلوية. والحمد لله ابننا اللي متربى في النادي الأهلي، اللي طالع من النادي الأهلي، علي لطفي حارس المرمى المتألق، صد ضربة جزاء من عبد الرحمن مجدي لاعب النادي الإسماعيلي، سدها باقتدار النهارده، وانا كنت عارف ومتاكد مليون في الميه انها تصد، لانها مش ضربه جزاء، ظلم في ظلم وقد كان. وفاز نادي زد على الاسماعيلويه النهارده، اول هزيمه للاسماعيلويه. بنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يجي لنا الوافد الجديد اللي لسه طالع اول مره في تاريخه ويلبوا ب 1-0 او 2-0 مش فاكر. نرجع بقى ونقول ايه، نروح لمباراة الأهلي والمصري، المصري البورسعيدي برضه، البورسعيدية الشماتين اللي يعني هقول إيه، إحنا خلينا في المباراة النهاردة بدأت، وأهم حاجة فيها النهاردة رضا سليم والواد عاشور. النهاردة عاشور 2 أسيست، زي الحلاوة والبقلاوة والحلويات واللطايف القطايف. النهاردة المكنة طلعت قماش، طلعت 4 تتواب النهاردة، 4 تتواب زي الفل. اسيستين من رضا من الواد عاشور، حاجه 10/10، مجهود وفنيات تاكلين ودفاع واسيستات، مرهم بلسم. هو ده امام عاشور، امام الموهوبين. امام عاشور هو امام الموهوبين اللي جايين، ده وجوده في الاهلي هيفرق معاه كتير قوي قوي. ده هو كان في حته تانية خالص، ده لسه هيطلع منه يعني حلويات وقطايف ولطايف ومهلبيه. خلينا بعيد عن البليل، انا ما بحبش البليله شخصيا. رضا سليم حته، لا دي في حته تانية. يا رضا معاك، احنا معاك وبندعمك من المغرب من مصر من كل حته، احنا معاك، وان شاء الله رجلك تكون في الملعب على طول باذن الله. حاجه 10/10. التريحه بتاع امام ما طمعش فيها، وقلت شوت يا رضا، شات وكانت في المكان الصح، راحت في المكان الصح. تعالى بقى تاو والحركات واللهو الخفي والدلع بتاعه، وحشتنا الرقصه يا تاو. حاجه النهارده حلويات، لما بيكسر تاو وبقطم اقول ان هي راح على يمين، خلاص خلصت. كسر زي حته بتاع صلاح ابو مكه، لما بيستلم وبيكسر وبقطم وبيوديه على رجله الشمال وهو اشول. واد عصراوي 10/10، 2 النهارده، نفس نسخه اداء 10/10. وديانج رجع تاني يا جماعه، الواد ديانج رجع تاني، ونفس ما فيش مس باص، ما فيش استعجال. صحيح هي تصويبه فلتت منه، بس عامل اداء روعه النهارده. بدايه المباراه بدون مروان عطيه كان عامل لي شويه ازعاج شويه وشويه قلق، لان كوكا لسه محتاج كتير. فالراجل رمم بسرعه، بس كان اتاخر في الترميم شويه، اتاخر في اعاده الهيكله شويه. تمام. المهم الهدفين بتوع تاو 10/10. العيال مسكوا الملعب في الشوط الثاني مسرحيه سيمفونيه، تك 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 تك، على راي ايه، امير القلوب عم الناس ابو تريكه حبيبنا الغالي، تك تك. ومفيش اسيست، مفيش مس باص، كله رايح جاي رايح جاي رايح جاي. لما نزل قفشه ونزل كريم فؤاد اللي ربنا كرمه، كريم وربنا كرمه،
باول استلامه وتك على طول، هدف حلو قوي، خد بالك مش اي كلام. لا ده الواد محمود جد قال لك ده هيدي على اليمين، الواد لا رماها بسرعه، محمود جد ما لحقش يشوف، ما لحقش يعمل اي حاجه، وكان الهدف الرابع. وكان نفسي محمد عادل برضه لحته الاحتواء كانت في الاسماعيلي، في مباراه الاسماعيلي وزد من ابراهيم نور الدين اللي جاب لهم بنالتي ملوش اي 30 لازمه، وظلم في ظلم. النهارده محمد عادل برضه حته احتواء زي مباراه الزمالك 5-3، قال لك لا ده كده الاهلي هيدوس وهنخش على الستات والسبعات. النهارده محمد عادل حسب ست دقايق وقت ضايع، ولقى الدنيا رايحه في سكه تانيه خالص، هنخش على ستات وسبعات والدنيا هجمه ومفيش، خلاص المصري استسلم. قال لك لا لم الدور بدري، حسب 3 دقايق او 4 دقايق فقط وقت اضافي، هو على الشاشه 6 دقايق. عموما هي مباراه كويسه والتغييرات كويسه، كان نفسي عبد القادر ينزل، وكان نفسي وطاهر نزل ماشي مفيش مشكله. كريستو مستبعد يا جماعه عشان نكون حقانيين، مستبعد لرؤيه فنيه تبع الراجل، تبع المارشال. هو شايف لسه الراجل ايه عايز ينزله لما يكون فت، لما يكون 100%، واحنا معاه. كل الدعم ليك يا كولر، كل الدعم ليك يا خطيب، كل الدعم للاداره والمنظومه بالكامل. طالما احنا بدانا الحمد لله متصدرين، خدنا الاربع اهداف بدل من الثانيه كانت 2-0 زد، لا احنا 4 اهداف متصدرين ب4 اهداف، والصداره ساعه ما نركب مش هننزل ان شاء الله بمشيئه الرحمن، مش نازلين باذن الله. الصداره بجداره واستحقاق، و4 اهداف على الهادي يا زبادي، ملعوبين، كل هدف احلى من الهدف اللي قبله، حاجه عظمه على عظمه. مزيكا النهارده على ارض الملعب. العيال بتلعب بهدوء، ما فيش صربعه. علول اشتغل 10/10، تك تك مع رضا سليم جابها حلوه قوي. علول مع رضا سليم جابها حلوه قوي قوي قوي. وهاني وما ادراك مع هاني وكريم جاي بقى، ولسه اكرم جاي، ولسه ندفد جاي، وميدست هيشتغل على نفسه شويه لسه، هتجيب المكنه هتطلع قماش ياد يا انتوني يا مودست باذن الله. لا كده السكواد بتاع الاهلي انا قلتها دايما انه اكبر وافضل سكواد واقوى سكواد لنادي في افريقيا هو النادي الاهلي. ما تبصوش لمباراه السوبر الافريقي، ده مباراه السوبر الافريقي اتسرقت مننا عن طريق الحكم الفاسد الموريتاني، او مش عارف جاي لنا من انهي مصيبه. حكم فاسد فاجر هو اللي عطل الاتحاد العاصمه السوبر. هتتعوض باذن الله. احنا بادئين في النسخه الدوري المصري النسخه 65، انا ما بقولش دوري النيل، مش حابب المسمى ده خالص. الدوري المصري النسخه 65 هتكون باذن الله اهلاويه، ورقم 44 ناويين لها ان شاء الله، ناويين ومش راجعين باذن الله. في النهايه بقول لكم الف الف مليون مبروك. مباراه رايقه وممتعه، فعلا رايقه وممتعه، كانت مريحه النظر وخطفت القلوب، واداء رائع جدا. الشناوي ما تهددش بكره او 2 النهارده. احنا عملنا كل حاجه في الكره النهارده. الاهلي صالح جماهيره، وانا مش عايز اقول الكلمه دي، بس هي كان في بعض الاهلاويه زعلانين من الاداء، لكن النهارده فعلا مش عايزين المستوى ينزل، المستوى يرتفع. اشتغل بدني هتبقى 10/10، محدش هيقف قدام القطر. احنا بدأنا السكه مش هنقف ابدا ابدا ابدا. في النهايه بقول لكم مليار مبروك للجهاز الفني وللاداره ومنظومه النادي الاهلي وللجماهير العظيمه، اعظم جماهير في الكون يا جماهير النادي الاهلي العظيم. مليار مبروك ليكم فرد فرد، نفر نفر. وما تنسوش كالعاده الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك والشير، اللايك والشير على الفيس عشان الفيديو يروح لكل الناس. واصلي على حبيبي وحبيبكم الهادي البشير، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وفي النهايه الاهلي تاريخ ومبادئ وتطوير. صباح الخير.